صباح الخير او مساء الخير زي ما بتشوفوني. انا مهندسه عائشه عصام، متخصصه في الانتيريور ديزاين والفرنتشر. بتكلم معاكم في تابس وتريكس تخلي الديكور بتاع المكان ابسط واحلى كتير. هنتكلم النهارده في موضوع خفيف وسريع، هو الاباجوره. هي الاباجوره ليها لازمه في المكان، والاباجوره ايه وظيفتها؟ الاباجوره وظيفتها ان هي هتساعدنا على القراءه لو استخدمت على سطح المكتب، او بتساعدنا في ان احنا نركز الضوء على مقتنياتنا بشكل افضل، يبرزها ويخلي شكلها احلى. فالاباجوره ليها حاجتين، وظيفيه وجماليه. وظيفيا قلنا هتساعدنا على القراءه سواء حطيناها جنب فوتيه او في الليفينج روم او على سطح المكتب، وجماليا هتساعدنا ان احنا نبرز مقتنياتنا بشكل احلى. طيب ازاي اختار الاباجوره بتاعتي؟ قبل ما اختار الاباجوره لازم احدد حاجتين مهمين جدا. اول حاجه وظيفتها ايه؟ ما ينفعش احط اباجوره كلاسيك في غرفه نوم، ولا ينفع احط اباجوره مودرن في الصالون. ولو هو كلاسيك يبقى لازم الاول احدد الستايل بتاع المكان اللي هحط فيه الاباجوره عشان يساعدني ان انا اختار ستايلها بشكل صحيح. كمان لازم احدد الوظيفه، يعني لو هي هتستخدم لوظيفه القراءه ما ينفعش اجيب شابو معتم فيحجب لي الضوء وما اعرفش اتفرج او اقرا براحتي الكتب او المجلات اللي هستخدمها تحت سطح الاباجوره. التبسه السريعه اللي محتاجين ناخد بالنا منها واحنا بنختار الاباجوره، اول حاجه ان ارتفاعها ما يزيدش بالشابو عن 1.5 مرة من ارتفاع قطعه الاساس اللي محطوط عليها. الحاجه التانية ان احنا نراعي هو محطوط على قاعده مدوره ولا مربعه او مستطيله. هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق ان احنا لو القاعده دائريه يبقى الافضل ان الشابو بتاعها يكون دائري عشان يبقى فيه تناغم في المكان وشكله افضل كتير. لكن لو القاعده مربعه او مستطيله هيدينا حريه نختار الاباجوره بشابو مربع او مستطيل. ونصيحه على السريع، الشابو الدائري توزيع الاضاءه بتاعه احلى كتير وبيكون شكله متناغم وبيوزع على المكان كله الاضاءه. كمان وانت بتختار حجم الشابو راعي حجم القاعده اللي هو محطوط عليها. يعني لو الترابيزه الدايمتر بتاعها متر ما ينفعش احط عليها شابو 30 سنتي او 40 سنتي. ليه؟ لان توزيع الاضاءه اللي هينزل مش هيغطي تقريبا نص مساحه القاعده اللي محطوط عليها، وبالتالي انا هحتاج شابو اكبر. فنراعي واحنا بنختار الشابو ان احنا نعمل توزيع اضاءه متناغم بين الضوء اللي نازل منها والحاجه اللي مفروشه تحتها، سواء الترابيزه فاضيه او سواء احنا بنعرض قطع ديكور تحتها. كمان حاجه مهمه، راعي ان لون الضوء اللي خارج من الاباجوره يكون متناسب مع لون المكان الداخلي كله، يعني يعكس جمال الحوائط والديكورات اللي في الغرفه. وغالبا اللون الموحد اللي بيليق مع اغلب الاماكن واكثرها هو اللون الورم الاصفر. لو عجبكم الفيديو او عرفتوا معلومه جديده اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل الفيديوز والتابس والتراكس الجديده، وكمان اكتبوا لي في الكومنتس الحاجات اللي عجبتكم. باي باي.